مثل ما معودتكم فيديوهات العناية بالبشرة ماكو أي فلاتر، الضوء حاطة منا وضوء حاطة مننا، والضوء مال النهار على مود تشوفون تأثير المنتجات مثل ما هي. والمنتج اللي جربته هاي الفترة اللي فاتت وراح أحكيكم عنه اليوم هو هذا الكريم المرطب بالبروبايوتكس من براند اسمه دكتور كلينيك. خلونا نسولف عنه. طبعا جيبوا حبشكلاتكم، أنا جايبة القهوة مالتي سويتها وحطيت بيها ثلج، أكلت البيض والطماطم. أول شي حتى ما أطول عليكم الستوريات، خلينا نحكي على القوام مالته. شوفوا شكله شلون، يجي عبارة عن جل، هو من جوا جل شفاف وبيه مثل النقاط. إذا تشوفون أكيد تشوفون شنو، إذا تشوفون شنو هالسؤال. نقاط بيض كريم مكثف، يعني كريم بنص جل. هذا بالنسبة لشكله. قوامه على البشرة يذكرني إذا تتذكرون كنت قبل أستخدم مرطب كلينيك الجل، يشبه قوامه هواية على البشرة، اللي هو يكون قوامه جدا خفيف، ملمسه جل، تمتص البشرة بسرعة، مو دهني، يعني ما تحسون أكو على وجهكم دهن، بس بنفس الوقت ترطيبه عميق وتحسين وجهك. خلونا نحكي على بنظري أهم 4 مكونات بهذا المنتج. البروبايوتكس هي مكونات عضوية شلون تحمي أو تحفز البكتيريا النافعة بالبشرة، بحيث تعالج الجدار الحامي. بسبب المنتجات الخاطئة دائما الجدار الحامي مالتنا يتأثر، يصير ضعيف، فصير بشرتنا عرضة للحبوب، عرضة للتحسس والالتهابات وكل هذه الأمور. فتعرفون يعني من زمان أي منتج بيه بروبايوتكس أحبه هواية. بيه هيالورونيك أسيد، هيالورونيك أسيد يرطب البشرة. هواي يسموه الفيلر، أنا ما مؤمنة بموضوع الفيلر بصراحة، إنه فيلر بعلبة، بس اللي يسويه إنه يخلي البشرة متفحة، لأنه يسحب الرطوبة من الجو ويخلي الوجه مترطب ونظر وشي مدنفش حلو. بفيتامين سي، فيتامين سي يفتح التصبغات، آثار الحبوب، يحفز إفراز. كنت أقوله فيتامين سي يحفز أيضا إفراز الكولاجين. الكولاجين يخلي البشرة شابة، نظرة مشدودة، يساعد بموضوع الخطوط الرفيعة، بالإضافة إلى أنه هو أيضا بيه مضاف كولاجين. فهاي بالنسبة لي المكونات اللي تسوي هذا المنتج اللي هو عليه. هسه شلون استخدمه أني؟ تجي خاشوقة هو وياه، أخذ شوية من الجل وشوية من شوفوا يعني شوية من الجل وشوية من ذني الدعابل، هيجي خليه على ايدي، اخبطه، اسوي مثل الكوكتيل واوزعه على بشرتي. راح تلاحظون كأنما تحطين مي على وجهك، يذوب بطريقة كلش حلوة بدون ما يتكتل، بدون ما يصير زيتي، كلش احبه. ملاحظة كلش مهمة بخصوص هذا المرطب، لأنه هذا المرطب بفيتامين سي. فيتامين سي يخلي البشرة كلش حساسة لأشعة الشمس، فمن تخليه الصبح، هو يتخلى الصبح وبالليل، ضروري كلش تخلين كمية وفيرة من الواقي الشمسي. بالحقيقة صراحة خلي أنا وياكم عم بس تشوفون، على مود لا يصير تأثير فيتامين سي عكسي، مو كان ما يفتح لكم التصبغات تصير تصبغات أعمق. وبكل الأحوال حتى إذا ما تستخدمين هذا المرطب، ضروري الصبح قبل ما تطلعين ضروري جوها 100 خط تخلين واقي شمسي. بصراحة إذا أنت ما تستخدمين واقي شمسي الصبح وما تاخذي على محمل الجدية، ذبي كل منتجات العناية مالتك مال البشرة بالزبل. بكل صراحة ما راح تجيب أي فائدة، وعلى العكس احتمال تأثيرها عكسي. ما أقدر أشدد إيش قد الواقي الشمسي مهم، خصوصا هماتي أنا ويا هذا، لأنه في فيتامين سي. شغلة ثانية، دقيقة خلصت الستوري. شغلة ثانية كلش مهمة أحكيها عن دكتور كلينيك أو أي منتج ثاني أنا أسوي ريفيو عليه. جربيه على جزء صغير، مثلا هنا أوكي أو هنا، وشوفي يصير عندك تحسس، يصير احمرار. إذا لا استخدميه على كامل وجهك واستمري عليه عادي الصبح وبالليل. فقوامه خفيف، تمتص البشرة، جل وكريمة بنفس الوقت، مكوناته حلوة، هيالورونيك أسيد، فيتامين سي، بروبايوتكس، جليسرين أعتقد هم بي، ما متأكدة بصراحة لأن ذبيت الباكيت، أعتقد هم بي جليسرين لأنه قرأت الانجريدينتس. استخدمي وياه واقي شمسي،
يقعد كلش حلو جوا المكياج، ما يفتفت أو يتكتل جوا المكياج وبس. فهذا رأيي بالمرطب مال دكتور كلينيك. وهذا وجهي ورا ما حطيت. شغلة أخيرة، العفو، كل ساعة أتذكر شغلة. إذا أنتي من الناس، شنو هاي الإضاءة؟ مو عيب عليك. أوكي. إذا أنتم من الناس اللي تستخدمون راتنول، ممنوع تحطون هذا ورا. يعني أنا ما أعتقد هواي منكم يستخدمون راتنول، مو؟ إذا أكو وحدة منكم تستخدم راتنول كتبي لي تعليق، لأنه ولا مرة وحدة كتبت لي إنه راتنول وأستخدمه وما أعرف شنو. بس إذا أنت تستخدمين راتنول، الراتنول هو مضاد شيخوخة، يستخدموه عادة البنات من يصيرون شوي أكبر بالعمر. أني ما يصير تستخدمين وراه، فأنا استخدمه الصبح بس، لأنه بالليل أخلي راتنول. فهاي آخر معلومة. واقي شمسي، أغرق وجهي، تغرق هالقد أحط. بالبداية حيبين جنون، بس ما أريد أجازف، ما أريد ولا نقطة من بشرتي مبينة معرضة للشمس. أوكي، ما أريد بعد ولا مساماية تنفتح ولا تجعيداية تطلع. أكو داعي أقولكم من قعدت اليوم مزاجي شلونه؟ سولف بهذا الموضوع بعدين. تبقين تدمجين بيه الواقي الشمسي إلى أن حتى جوا عيني أخليه، طبعا حسب النوعية. أوكي، مو كل نوعية تنحط جوا العين. وحتى إذا صار زايد أحسن من ناقص، تبقين تشيلين بيه، تخلين على رقبتك، أي منطقة عندك طالعة معرضة للشمس، إلى أن يندمج الواقي الشمسي.